ليان. نعم يا فروحة. النهاردة في المدرسة حصل موقف هيضحكك جدا جدا. ايه هو؟ قوليلي. تعالي احكيهولك. رودي واحنا في الفصل فضلت تتريق على مس إلهام وتقول عليها كلام كتير جدا جدا، وفجأة مس إلهام كانت واقفة وراها ورودي مش واخدة بالها ولا كانت شايفاها، والمس شاورتلي ما اتكلمش وانا ما كنتش عارفة اعمل ايه. وبعدين رودي بتبص وراها وفجأة لقت مس إلهام وراها ومبقتش عارفة ترد تقول ايه. تستاهل، علشان اللي هي عملته ده غلط وعيب. ايه ده؟ مين بيتصل عليا؟ دي زيزي صاحبتي، ثواني اشوفها عاوزة ايه. الو؟ وطلب مني اعرفه مكانها. تقومي تركبي معايا السيارة؟ هو انت عارفاه؟ عارفة مين ده؟ لا معرفوش، بس طلب مني اني اساعده. طبعا اي حد ما تعرفوش ما ينفعش تروحي معاه اي مكان، ممكن جدا يكون حرامي ويخطفك. لا خالص، عمو شكله مش حرامي خالص، ده شكله طيب جدا. يلا بينا يا فروحة. هو يعني الحرامي هيبقى لابس لبس حرامي علشان يعرفك انه حرامي؟ اكيد لا، هيبقى لابس لبس حلو جدا علشان انت في الاخر تتغشي فيه. يا ربي، معقول الكلام ده؟ خلاص يا ليان ما تحكيش لماما بقى. خلاص ماشي، مش هحكي لها حاجة. معقولة؟ انا مش قادرة اصدق. الحمد لله جت سليمة. الحمد لله على السلامة يا بنات. ماما في ايه؟ حضرتك منفعلة ليه كده؟ عارفين طنط بدور جارتنا؟ ايوه يا ماما عارفينها. بنتها وهي راجعة من المدرسة وقفتها عربية وكان راكب فيها راجل بيقولوا شكله طيب، وكان بيسألها على مكان صيدلية وطلب منها المساعدة انها تركب معاه علشان تعرفه مكانها، وطبعا علشان هي مش عارفة ان كده غلط وكانت يا حبيبتي مفكرة ان هي كده هتساعده ركبت معاه العربية. والحمد لله ربنا ستر وباباها كان وراها وقدر بسرعة يلحقها قبل ما العربية تمشي والحراميين يخطفوها. يا نهار أبيض، مش هو ده الكلام اللي قلتلك عليه يا فروحة وانتي مش عاوزة تصدقيني؟ أيوة صحيح. ممكن أعرف فيه ايه بالظبط؟ نفس العربية يا ماما وقفت لينا وانا كنت بكلم زيزي صاحبتي في التليفون وطلب من فروحة المساعدة وكانت هتركب معاه، لولا ان انا صرخت وندهت على فروحة بسرعة وصاحب العربية جري بسرعة بالعربية. معقولة يا فروحة الكلام ده؟ مش انا قلتلكم 100 مرة ممنوع تروحوا مع اي حد غريب اي مكان؟ انا اسفة يا ماما، انا كنت متخيلة اني بساعده. لا يا فروحة، كده غلط. ممنوع اي حد يطلب منكم تروحوا معاه اي مكان وتوافقوا، يا اما تجروا بسرعة يا اما تطلبوا المساعدة من اي حد حواليكم. حاضر يا ماما. ليان. نعم يا ماما. ليه يا ليان لسه ما جهزتيش نفسك؟ بصراحة يا ماما مش عاوزة اجي، روحوا انتم. ليان، انت كل مرة كنت بتبقي مبسوطة وانت جاية معانا، في ايه؟ مش عاوزة تيجي ليه المرة دي؟ ورايا واجبات كتير يا ماما. بس انتي اول ما جيتي من المدرسة قلتيلي انك ما عندكيش اي واجبات خالص. ماما روحوا انتوا، مش عاوزة اجي معاكم. طيب يا ليا خلاص براحتك. فين ليان؟ مش عارفة، مش عاوزة تيجي. ليه كده؟ دي كانت بتحب الخروجة دي جدا. مش عارفة ايه اللي غير رأيها. يمكن عاوزة تلعب ألعاب على التليفون. لا ما اعتقدش. ليان يا بابا واحنا هناك المرة اللي فاتت كانت متضايقة جدا وكانت عاوزة تمشي وفي حاجة ضايقتها هناك. طيب انت عارفة ايه هي الحاجة دي يا فروحة؟ لا هي مش رضا تحكيلي. يبقى لازم نعرف الموضوع ونعرف ايه اللي حصل. صح كلامك مظبوط. ليان. ماما ينفع كده يا ليان تكوني بنوتي الحلوة الشطورة اللي بتحكيلي كل أسرارها وما تحكيليش ايه اللي مضايقها ومزعلها؟ مفيش حاجة يا ماما. لا في، قوليلي ايه اللي حصل عند عمو سليم المرة اللي فاتت.
بصراحة يا ماما، المرة اللي فاتت واحنا كنا عند عمو سليم كنا بنلعب أنا وجايدي في الغرفة لوحدنا، وبعدين هي راحت تجيب لينا مية علشان أشرب، وبعدين ابن عمو سليم الكبير دخل الغرفة وقفل الباب وفضل يقرب مني بطريقة مش كويسة وحاول يحط ايده على جسمي، بس انا خفت جدا وبعدين جريت بسرعة على الباب وحاولت اخرج، ولولا فروحة اختي وجايدي جم فضلوا يخبطوا على الباب. هو خاف جدا وارتبك وفتح الباب وجري بسرعة. انا مش عاوزة اروح هناك تاني يا ماما. ايه دي يا ليان، ما تخافيش. طيب انت ليه ما جيتيش حكيتيلي الموقف ده اول ما حصل؟ اول حاجة خفت انكم ما تصدقونيش، وتاني حاجة خفت لا تقطعوا علاقتكم بعمو سليم وابقى انا السبب. طبعا اول حاجة لو جيتي حكيتيلي موقف زي ده اكيد هصدقك. وتاني حاجة يا ليان، انت عندنا اهم حاجة في الدنيا كلها، يعني ممكن نقطع علاقتنا بعمو سليم وبأي حد تاني لو حسينا لو للحظة انه هيأذيكي او يأذي اختك. انت غلطانة يا ليان انك ما جيتيش حكيتيلي الموقف ده من اول يوم. انا مامتك، لازم كل حاجة واي حاجة تحصل لك بره لازم تيجي تحكيها لي، لان محدش هيحبك في الدنيا كلها قدي انا وبابا. افرضي دلوقتي كنا رحنا هناك انا وفروحة وبابا وانتي ما جيتيش معانا، والموقف ده اتكرر من الولد ده مع فروحة اختك، واختك ما عرفتش تتصرف، كنا ساعتها هنعمل ايه؟ انت كبيرة وعرفتي تتصرفي. طيب فروحة اختك؟ صح يا ماما، انا غلطانة، كنت المفروض حكيت ليكم الموقف ده من اول لحظة. تعالي معايا يا فروحة، انا هعرفك يا مفترس. واخيرا فروحة غيرت رأيها وهتيجي معانا. للأسف كلنا هنغير رأينا ومش هنروح الزيارة دي. ليه يا ماما؟ هو ده كل اللي حصل. انا هعرفه. انا اول حاجة لازم اعملها لازم ابلغ الشرطة عنه. هو ده الكلام المظبوط. انتوا لازم يا بنات تعرفوا ان ممنوع اي حد يلمس الاماكن الخاصة في جسمكم. والولاد الصغيرين يا ماما عادي؟ لا طبعا، البنات والاولاد ممنوع اي حد يلمس الاماكن الخاصة في جسمهم. لازم تعرفوا ان ده غلط كبير جدا جدا. احذروا واوعوا تدوا لاي حد فرصة انه يلمس الاماكن الخاصة بجسمكم، ولو حسيتوا باي خطر لازم تجروا بسرعة او تصرخوا وتحكوا لماما وبابا اي حاجة حصلت لكم. اصحابي الحلوين، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك، ولو اول مرة تشوفونا شرفونا واشتركوا معانا في القناة. مع السلامة يا احلى اصحاب في الدنيا.